سامعين صوت القرمشة؟ السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة هنعمل مع حضراتكم الزلابية أو العوامة أو لقمة القاضي، زي ما حضرتك تحبي تسميها يا ست الكل. أهم حاجة إنها تطلع مقرمشة وتطلع هشة من جوه وما تبقاش طرية وتفضل معاكي مقرمشة لآخر واحدة. هنقول شوية أسرار والتركات، واثقة إن شاء الله إن حضرتك هتعتمدي الطريقة. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا النهارده هنشتغل على نص كيلو دقيق او 3 كوبايات ونص من الدقيق مع باكت خميره او معلقه كبيره من الخميره. الميه هنا حسب العجن، يعني قد ايه يا رودي؟ يعني هنستعمل كوبايتين من الميه الدافيه، ممكن يزيدوا معلقتين ميه كمان ولا حاجه على حسب دقيق حضرتك. معانا كمان معلقتين من السكر، معلقتين من الكاسترد ومعلقه من النشا، او معلقتين من النشا ومعلقه من الكاسترد على حسب، يعني حسب المتاح عند حضرتك. معلقه كبيره من اللبن البودر، 4 معالق من الزيت. طبعا ذره الملح بنحطها في جميع المخبوزات او المعجنات. هنبتدي بقى. لو حضرتك مش واثقه من الخميره ممكن حضرتك تختبريها في نص كوبايه من الميه. انا عشان واثقه من الخميره بتاعتي حطيت باكت من الخميره عليهم المكونات اللي احنا قلناها: معلقة كبيرة من لبن البودر، معلقتين من السكر، معلقتين من النشا، معلقة من الكاسترد، او العكس، معلقتين من الكاسترد ومعلقة من النشا. هنبتدي بقى بالعجن كده شوية بشوية. هننزل المية، احنا مش هننزلهم مرة واحدة، هننزل وهنبتدي نعجن. طبعا الاسباتيولا هنا هنشيلها لان العجينة هتبتدي تتقل، ونفضل نعجل فيها يا بنات ونلت كده ونعجن لحد ما العجينه تبقى سايله وما فيهاش اي تكتلات ومتبقاش مخرزه، تبقى العجينه طريه وناعمه مع حضرتك. هنبتدي نعجن فيها كده لحد ما توصل القوام اللي حضرتك شايفاه ده. واخبطي كده في العجينه ودخلي فيها هوا، هتبقى معاكي عجينه مطاطيه. بصوا بالشكل ده بالظبط. هنبتدي بقى كده نغطيها، يعني ممكن ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ممكن توصليها كمان ل3 ساعات. هي كل ما تقعد وتختمر كل ما تديكي نتيجة أفضل. لحد بقى العجينة كده ما تختمر مع نفسها نبتدي نعمل الشربات أو السيرب. هنا معلش الكاميرا ما صورتش، هما 3 كوبايات من السكر على كوبايتين من المية. هنبتدي أول ما يغلوا تعدي 5 دقايق من بداية الغليان. هتحطي طبعا معاهم نص ليمونة، وآخر حاجة نص معلقة صغيرة من الفانيليا. هنا حضرتك بقى كانت اختمرت العجينة. بصوا احنا هنبتدي بقى ننزل الخمر بتاعها وما نبالغش في التقليب، هنرجعها كأننا لسه بنعجنها. حضرتك بقى هنا ممكن تشكليها بكذا طريقة: المعلقة العادية بتاعت الشاي، او الافضل المعلقة، ده من ضمن التركات اللي بتبقى لو عند حضرتك المعلقة المعيارية دي، اصغر حاجة في المعلقة المعيارية او المعالق المعيارية. تاني حاجة الزيت يبقى غزير، ممكن حضرتك تقليها في حاجة صغيرة، يعني حلة صغيرة أو طاسة صغيرة، بس الزيت يبقى غزير. تالت حاجة الزيت ما يبقاش سخن جدا في الأول وما يبقاش بارد، يبقى نبتدي نسخنه عشان تنفش معانا وبعد كده نهدي النار. رابع حاجة لازم يبقى فيه زيت مع حضرتك، علشان هتغمري الكوباية في الزيت أو هتحطيها في الزيت وبعد كده هتشكلي بيها. هتمسكي العجينة زي ما أنا ماسكاها كده وهنبتدي نشكلها. آخر سر بقى ممكن نقوله: بصوا هنا أنا كنت أول رصة بجربها كده أشوف هتطلع لي أشكال فضائية ولا إيه. لا الحمد لله طلعت مظبوطة، بس هنا أنا العجينة بنات ما تطلعوهاش يعني مستوية سوا كامل، لا خلوها ما تبقاش، بتبقى تدي اللون قبل الذهبي، يعني ما بطلعهاش، يعني ما بسويهاش سوا كامل، بخليها اللون اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده هنقليها تاني او هنحمرها في الزيت تاني. ليه يا رودي؟ ده بقى السر اللي بيخلي الزلابية معاكي مقرمشة وهشة وما تشربش زيت مع حضرتك. جربي كده. وبصوا ما تملوش الطاسة قوي او الصينية قوي، انا قليتها هنا في الصينية من صواني الكيك والزيت غزير، وما مليتهاش قوي، وتقلبي بالشكل الدائري ده. بصوا حضراتكم قلبوها كده بالشكل الدائري ده. بعد كده اول ما تبتدي كده هتدخل في اللون الذهبي، لا بشيلها بسيبها تبرد تماما. وبعد كده الزيت بيبقى ما بيبقاش سخن خلاص، الزيت كمان هو كمان بيبرد. ابتدي اشغل عليه واخليه وسط، يعني لا يبقى سخن ولا يبقى بارد. هو كده كده احنا من اول رصه اطحينه، يعني ما تخافيش حتى لو حطيتي الزلابيه او لقمه القاضي وهي بارده والزيت بارد، شغلي عليها
وابتدي حضرتك ارفعي درجة الحرارة وقلبي برضو بشكل دائري، كلها تاخد شكل واحد وهتبقى باللون الذهبي وهتبقى مقرمشة، وان شاء الله هتعجبك وهتعتمد الطريقة دي. بصوا هنبتدي بقى نطلعها وهنبتدي نحطها في الشربات، طبعا الشربات او السيرب بارد وهي بتبقى سخنة، وبس كده. شفتوا مفيش اسهل من كده. انا طلعتها على مصفى الاول وبعد كده حطيتها في الشربات. وان شاء الله بألف هنا على قلوبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.